بدل ما تقع في نفس نقطة صاحبنا اللي اتغرم كده لغاية دلوقتي 4 مليون ونص. مساء الخير عليكم يا جماعة. لسه جاي لي من شوية شركة صاحبها كان جايلي قبل كده وعرض عليا، كانت قضية بين الأستاذ كان بيمضي شيكات كشيكات ضمان لاتفاقات وعقود موجودة ما بينهم، وكان الكلام بيبقى ودي مع ان الاتنين يعتبروا شركتين كبار وجماعات وحاجات كتير من هذا القبيل بتطلب احيانا شيك ضمان. وطبعا صاحب الشركة عشان ياخد الشغل والحاجة بتاعته فبيقوم موقع طبعا الشيك وبيستنى اللي هو طبعا ما ياخد دفعاته، وبعد كده يتخصم منه كالمعتاد 10% الأخيرة أو 5% على حسب العقد، بيبقى كسند الضمان للمدة اللي هم بيبقى الشركة مدياها، بتبقى على حسب بقى سواء هي كانت سنة أو سنتين أو على حسب المدة المتفق عليها. المهم الشركة حصل ما بينهم مشكلة، صاحب شيك الضمان دوت بالفعل ورد الحاجة المطلوبة منه، ولكن الطرف الآخر عمل معاه لعبة ما وخد منه الحاجة ورفع عليه شيك الضمان، والشركة طبعا عشان الأوراق بتاعتها والعقود بتاعتها ما كانتش متستفة صح، فمعرفش يثبت بأن الشيك دوت الهدف من إصداره ما هو إلا كان ضمان لعقد واتفاق معين، وطبعا الطرف الثاني هو اللي أخل لأنه استلم، ولكن طبعا هو مش عارف يثبت الحق بتاعه ازاي. فعشان كده بالفعل ان هم حصلوا على حكم نهائي بحبسه لمدة 2 سنين، وطبعا اضطر صاحب الشركة ان بعد ما ورد البضاعة وهم كمان خدوها، لا ده كمان بيدفع الفلوس لتاني مرة. ما لبوش حاجة غير اللي هو اتعلم درس وما استفادش من الاستشارة اللي احنا اديناها له في الاول. سمحتم قبل ما تمضوا عقود او بتعملوا شيكات بهدف تجاري راجع المستشار القانوني الخاص بيك واسأله كويس واستفهم منه عن كل التفاصيل، بدل ما تقع في نفس نقطة صاحبنا اللي اتغرم كده لغاية دلوقتي 4 مليون ونص بدون ما يستفيد اي شيء، ووقع في عملية نصب ولكن معرفش ياخد حقه. شكرا.